بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ده يا جماعة الغذاء والدواء، مجموعة بذور حوالي 40 صنف. يعني مش عايز اقول لحضراتكم ان ديت لازم تكون في لفتة، سواء في فترة قلش، سواء بتعالج فرد حمام، سواء هتجهز فرد حمام لمعرض. جودة بس البذور دي غذاء ودواء. كل نوع حبة من دول ليها فوائد كتير جدا للحمام، عشان نتكلم عنها عايزين ساعات وساعات. باختصار كده هنتكلم ان شاء الله عنها في فيديو توضيحي. بس ناس كتير تقول لك انا بعمل بذور. ما هو البذور ممكن هتجيب صنف واتنين رخاص ومش هتعرف تجيب بذر خاص ثمنه الكيلو النهارده 700 جنيه و800 جنيه. في انواع كتير جدا الكيلو فيها ب 500 و 400. فوجهة النظر ان عمرك ما تشتري البذور الجاهزه غير ما تعملها على ايدك. طبعا بتعملها على ايدك، بتجيب من كل نوع مثلا بنسب متساويه، ربع كيلو او 8 كيلو او حسب مقدرتك او كميه حمامك. دي مهمه جدا يا جماعه، الحمام الزينه وحمام كل انواع الحمام بكل امانه. عايز بس اوضح نقطة، ان الفيتامينات اللي انت بتحطها لحمامك كترها بيعمل سموم على الكبد. لذلك كل ابطال العالم بعد كورس الفيتامينات بتدي يوم غسول كلى ومنشط كبد، وفي يومين وفي 3. طيب انا بقى ليه اشتغل فيتامينات واكلف نفسي وعلبة الفيتامينات النهارده بفلوس، واكلف نفسي وبهدل فرد الحمام واعمل مشاكل وسموم على الكبد؟ طب ما انا اشتغل بحاجات طبيعية تفيدني كعلاج وكغذاء. الغذاء والدواء هي البذور الطبيعية وبذور الطاقة يا جماعة. بس يعني مش بنشكك في حد، بس انا بفضل اعملها على ايدي واجيبها بايدي، حتى لو الكيلو هيقف عليا باضعاف الاضعاف. زي ما حضرتك شايفين هنتكلم ان شاء الله عنها في فيديو توضيحي. بس انت دلوقتي في يومين النيوكاسل، ويومين تغير الجو، ويومين انهزام المناعة. طيب اشتغل برفع المناعة واشتغل بالفيتامينات. طب ما هي دي رافع مناعة ودي فيتامينات طبيعية. هو الفرد الحمام اللي طاير ولا الفرد اليمين اللي طاير بره دوت حد بيحط له فيتامينات؟ حد بيحط له رافع مناعة؟ وما بيحصلوش اي حاجة. انت عمرك شفت فرد يمام طاير او فرد طائر ايا كان مهزوز؟ ده احنا اصلا اللي بنتعب الفرد الحمام بنربيه غلط، ما بنوفرلوش برضو المناخ، وما نوفرلوش البذور اللازمه اللي هو يعني بيتم العثور عليها هو من الطبيعه. وبتبقى متاحه. هو عارف سبحان الله ربنا بقى بيبقى ييسر له الامور والاماكن اللي بيبقى فيها المتاح الحاجات دي. يعني انا شفت قبل كده في بلد جنبنا هنا، انا شفت حمام بياكل دنيبه من رز، وقاعد ياكل رز شعير ودنيبه. يعني انت اصلا يعني انت ممكن ما تعرفش توفرها له. فخلي بالكم النقطه دي يا جماعه. زي ما يكون في كلفه اضافيه، يا ريت يكون في كلفه اساسيه، يا ريت يكون في كلفه اضافيه من البذور. ودي اللي اتكلمنا عنها من سنين. ان شاء الله نعمل لحضراتكم فيديو توضيحي للبذور الطبيعيه وفوائدها وعلاج الحمام. انتظرونا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.